اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. النهاردة يا حبايبي أنا ذبحت الفراخ اللي ربيتها ووريتها لحضراتكم أول ما كانت عمر أسبوع وأسبوعين. النهاردة كملوا بالظبط عمر 33 يوم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ذبحت الفراخ أوزان هايلة ما شاء الله. وزن الفرخة 3 كيلو ونص، اللهم بارك. تعالى هقولك ازاي أنا وصلتهم بفضل الله للأوزان الجميلة والأحجام الحلوة اللي انت شايفاها دي. أنا بجيب في أول 10 أيام بحط لهم علف سمسم، ولازم تنضف لهم المكان كويس. طبعا النظافة أساس أي تربية. وبعد ال10 أيام ما بيخلصوا ويكون أكلوا فيهم علف سمسم، ال10 التانيين بجيب لهم علف وسط. وبعد عمر 15 يوم بوسع لهم المكان عشان يجروا براحتهم. طبعا كل ما المكان بيكون واسع للطيور بيكون أفضل، والنتيجة بتبقى هايلة زي ما انت شايفة كده. وبعد ما ال10 أيام التانيين بيخلصوا في عمر تربية الفراخ، ببدأ ال10 الأخرانيين بعلف خشن. وطبعا يوميا بنضفهم. ودي كانت الكبد ما شاء الله، شايفين اللهم بارك. اقسم بالله ما بحط اي دواء ولا اي علاج ولا اي فيتامينات للفراخ وانا بربيها. مفيش غير الاكل والمية ونظافة المكان وغسل سقايات المية يوميا. وده طبق القوانص. طبعا انت كده بتوفري كتير جدا قصاد ما انت بتتعبي في تربيتهم. ربنا طبعا بيجازيكي خير، وبتاكلي حاجة جميلة جدا ومضمونة وانت مربياها في بيتك وعلى ايدك. يعني بتأكلي اولادك كل حاجة انت واثقة فيها 100%، من غير بقى ولا حقن ولا هرمونات ولا الكلام الفاضي خالص اللي بيبقى في المزارع. انا عن نفسي عمري ما اشتريت فرخة من بره اطلاقا، بربيهم على طول وبخزنهم في الفريزر وبستخدمهم بعد كده. واوقات بقطع الفراخ بطلع منها البانيه لوحده والدبابيس لوحدها والعرادات لوحدها والاجنحة والكبد والقوانص. وفي فيديوهات على القناة بتشرح الكلام ده كله. لو اول مرة بتشوفيني دوسي لايك وكومنت جميل من قلبك ودعوة حلوة من قلوبكم، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وانا بقى بعد ما ذبحت الفراخ زي ما حضراتكم شفتوا كده ونضفتها، قلت بقى ايه اشوح الكبدة ببصلتين كده، اكلة سريعة عشان ااكل ولادي. لان طبعا بعد نظافة الفراخ مفيش مجهود ان انا اطبخ تاني، فقلت اعمل اكلة سريعة وسهلة وبسيطة ما بتاخدش معايا وقت. فقطعت كبد الفراخ زي ما انتم شايفين كده شرايح، مع قرنين فلفل، مع بصلة متقطعة تقطيع جوليان. ومعانا طاسة على النار فيها المادة الدهنية اللي بتفضليها. بتنزلي بالبصلة المتقطعة جوانح او تقطيع جوليان زي ما تسميها، وبتبدأي تقلبي البصلة يدوبك تدبل معاكي، ما بتسيبهاش تتحمر.
بننزل بقرن الفلفل الأخضر وقرن فلفل شطيطة حسب الرغبة للي بيحب الحراق. ودبلت معانا هننزل بالكبدة. بسم الله ما شاء الله. كلنا عارفين يا حبايبي الكبدة ما بتاخدش تسوية على النار، دقيقتين بالظبط وبتكون معاكي استوت. وهقولك على حاجة، ان الكبدة ما بيتحطش ليها غير كمون وملح وليمون والشطة لو حبة، عشان ما تضيعيش طعم الكبدة. الكبدة ما بيتحطش عليها فلفل اسمر نهائي. الكبدة يعني ليمون وكمون. شايفين ما شاء الله طبق الكبدة خلص في ثواني، وبكده بكون جهزت لأولادي الغدا في أسرع وقت ممكن. وتعالوا نقدم أكلتنا. بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميلة جدا، حاجة فريش وطازة وانت لسه عاملاها في بيتك. طبعا طعمها يبقى تحفة، وبألف هنا وشفا لكل اللي أكل. وما تنسيش تدوسي لايك وكومنت واشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد، واللي جاي أحلى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.